ورجعنا لكم مره اخرى ومعايا الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، وطبعا استاذ الحسن ابراهيم عبد الفتاح رئيس نادي بيلا، واللي تقدم باكثر من طبعا بيتكلم في اكثر من قضيه ضد اتحاد الكره المصري. معانا على التليفون كابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام باتحاد الكره. كابتن عزمي ازي حضرتك؟ اهلا بيك ازيك يا بندق؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ اتفضل يا كابتن عزمي. جمال ده اتفضل. وازاي حسن بيه والدكتور؟ اهلا بيك اهلا بيك كابتن عزمي. اهلا بيك دكتور عمرو. اتفضل يا كابتن عزمي. انا عايز بس اقول حاجه، احنا يا جماعه يعني عايزين ايه؟ الاخ حسن الاستاذ حسن قال ان معاه بلاغات وديها النائب العام. تمام مظبوط؟ تمام. مش المفروض احنا نستنى اما النائب العام يفصل فيها وبعدين نتكلم فيها؟ يعني مثلا بوما ما قالش ليه بوما ان في العقد بتاع 2005 المجلس اللي قبل مجلس الكابتن حسن الكابتن سمير زاهر كانت ب 300,000 جنيه مصري. ماشي؟ تصحيحا هو 2006. نعم؟ 2006 1/1/2006. بتكلم حضرتك اللي قبل 2006. تمام سيب صح يا كابتن عزمي. 300,000 قبل ما ناخد اي بطوله افريقيه. 300,000 جنيه قبل ما ناخد اي بطوله افريقيه. تمام. خدنا 2006. تمام مظبوط؟ تمام. اتعملت بكام؟ ب 350,000 يورو. تمام. و25,000 بونص يبقى 325,000. تمام. 75,000. مظبوط؟ تمام يا كابتن. في التجديد بعد 2008 عشان الكلام اللي بيتقال زي ما قلت لك يا كابتن خالد قبل كده، لما كان بيجي اللعيب مثلا عنده في العقد 4 سنين، ماشي؟ بيعملوا بعد السنه الثانيه يجي في الثالثه يقول لك انا عايزين نعمل له تمديد عقد. احنا في سنه 2008 الاتحاد كان كسبان بطوله افريقيا. تمام. مظبوط؟ تمام. واتعدل العقد بالموافقات اللي مش ممكن ان المجلس القومي ما يبقاش عنده فكره، وفي جواب كان متبعت للرقابه الاداريه كانوا حاضرين هذا الكلام. تمام. اتعدل العقد بقى بكام؟ بقى ب 650,000 يورو. تمام. وكاش ماني كام؟ ما اتقالش الكلام ده، 800,000 يورو. تمام. جبت منين؟ دي واحده. كابتن عزمي احنا خدنا في 2010 بطوله افريقيا. دقيقة واحدة. بداية افرض يا خالد ما حظنا كان وحش في بطولة افريقيا ما كسبناهاش، كان ايه اللي هيحصل؟ طب هسألك سؤال تاني. والله العظيم انا بحلفك اهو كلامك منطقي، والله شوف انا بحلف. هل الكلام اللي انت بتقوله ده قانوني ولا غير قانوني؟ انا بقول لك قانوني، واخد بالك؟ وطالما الاستاذ حسن الامر المباشر قانوني يا كابتن عزمي؟ يا سيدي الفاضل انت بتستغل الظروف اللي انت فيها. انا استغل ابقى ضد القانون؟ يعني الغايه تبرر الوسيله؟ انا بسالك يا كابتن، احنا بنمشي المفروض يا كابتن الاتحادات بتمشي قانونا. طب انا دلوقتي حضرتك بتقول، اسمعني يا كابتن عزمي، حضرتك بتقول المبلغ بقى 600,000 و800,000 كاش، صح؟ طب لو كنت عملت مناقصه ودخلت نايك واديداس، هل ممكن كان المبلغ يبقى اعلى ولا لا؟ يا استاذ الفاضل، اذا كان اديداس تتعرض عليهم كانوا بيدوا ب 300,000 جنيه مصري هسألك سؤال تاني يا كابتن عزمي. ما المانع ان انا في 2008 قبل حتى ما ينتهي العرض اعرض الموضوع على ال3 شركات، واللي هيجي لي اكتر ما كده في 600,000 يورو من بوما. افرض نايك وبتاع قالت لي اقل. عايز الحقيقه يا خالد؟ اتفضل. انت عايز الحقيقه؟ والله العظيم اتبعت، وانا بحثت في هذا الموضوع جدا، وانا سعيد ان الاستاذ حسن وداه للنائب العام. اتبعت للشركات دي، رفضوا يخشوا اللي كانوا بيدفعوا 300,000. طيب يبقى حضرتك كنت عملت مناقصه عامه وكانت كل حاجه تبقى تمام وجميله، وبوما خدت البتاع بقانون وكل حاجه. كابتن خالد انا بقول لك من واقع الورق اللي قدامي، انا ما بدافعش على باطل، خد بالك، انا بتكلم من خلال ورق. الاجمالي اللي بيحصل بيه الاتحاد نجح في التفاوض والحصول على عقد باجمالي كام بقى؟ 73,650,000 جنيه. ده بص يا كابتن عزمي، احنا دلوقتي مش بنتكلم على فلوس، خد بالك، من ضمنهم الوصول لكاس العالم، واحنا ما وصلناش كاس عالم فالفلوس راحت. الدكتور عمرو عايز اسالك سؤال، اتفضل يا كابتن عزمي. اول حاجه كابتن عزمي، حضرتك قلت ان العقد اللي هو من 2006 ل 2010 ده بعد بطوله الامم اللي احنا خدناها. الكلام ده مش مظبوط. العقد اتعمل في 1 يناير 2006، وده قبل ما ناخد البطوله خدناها شهر 2 2006، يعني ما كانش داخل في اعتبارات
بوما ان انا بطل افريقيا، يعني انا تعاقدت مع بوما يعني قبل ما ناخد البطوله من 1 يناير 2006 ل 2010. ده اولا. ثانيا واخدينها يا طب دكتور. اكمل بس يا كابتن عزمي وحضرتك رد عليا. ثانيا، لا يحق لاي اتحاد او لاي نادي او لاي جهه رياضيه ان قبل انتهاء مده العقد بسنتين ونص انها تعمل تغيير او تجديد للعقد الا باتباع الاجراءات القانونيه، وهي مزايده علنيه، حتى لو الشركه هتدي لك مليار دولار. ده من الناحيه القانونيه. الناحيه الثالثه حضرتك قلت على الا تتجاوز مده مجلس الاداره. كابتن عزمي حضرتك قلت دكتور دقيقه واحده. حضرتك قلت اكمل لك وحضرتك رد بعد كده. حضرتك قلت بناخد 800,000 يورو. كاش. العقد قدامي اهو. اول سنه في 2009 رغم ان احنا تعاقدنا 1/4/2008 على ان يسرى العقد من 2009 تاخد 400,000 يورو. تاني سنه تاخد 450,000 يورو. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله مش مظبوط. اتفضل. ازاي مش مظبوط؟ ما أنا هو في قدامي العقد، هو بيقرا العقد اهو قدامه. انا قدامي العقد يا كابتن. الارقام معايا اهي 73 و650 الف و82 مليون جنيه بتاخدهم من بوما. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا بتكلم باليورو والعقد. انا معايا النسخه الاوريجينال انا هقول لك حاجه الاجنبي. هقول لك حاجه. اتفضل. انت سيادتك قلت كلمه كويسه قوي، قلت ان احنا بعد الثوره ومش بعد الثوره. تمام. احنا بنقول بعد ده. وانت قاعد في النادي بتاعك ليه؟ انا قاعد في النادي ده، انا انتخاباتي كمان 3 اشهر، ولو الاعضاء مش عايزاني انا عارف انا بعمل ايه في نادي يا كابتن عزمي. وبعدين انا هسال حضرتك سؤال يا كابتن عزمي، هو حضرتك بتاخد 20,000 جنيه فعلا؟ ايه؟ زي ما حضرتك اتكتب في الجورنال حضرتك بتاخد 20,000 جنيه مرتب فعلا؟ اخد 100,000 ده مش شغلك بس. لا شغلي يا كابتن، ده انا عضو جمعيه عموميه ما ينفعش تكلمني كده. انت حضرتك ما ينفعش تكلمني كده. كابتن عزمي انت حضرتك مدرب طايره. حضرتك جيت لي اتحاد الكوره انا اللي حاسبك، انا عضو جمعيه عموميه احاسبك، وبعدين انا ببلغ الراي العام، انا مش ببلغ النائب العام. دكتور عمرو اهدى. انا تشتم في اتحاد الكوره وتهاجمه، اقول انا انجزت ايه في النادي اللي انا رئيسه؟ عملت ايه؟ وديت ايه؟ سويت ايه؟ انجزت ايه؟ يا كابتن انا مش بصدد ده دلوقتي، انا جاي بصفتي عضو جمعيه عموميه، ده حقي. انت عايز بقى تعرف انا عملت ايه في ناديه، روح شوف انا عملت ايه في ناديه او كلم اعضائي. عارف عملت ايه في ناديك يا دكتور؟ يا كابتن عزمي انا بسال حضرتك، هل حضرتك بتاخد 20,000 جنيه؟ يا جماعه كابتن عزمي استنى عشان كابتن عزمي يعني حضرتك ليك مداخله ثانيه خلاص، مش عايز بس هو لا دي طريقه اسلوب 20 و30. ايه الكلام ده؟ معلش يا كابتن عزمي اتفضل. ليك حاجه في الاخر؟ مجله نجم الجماهير الاستاذ ابو المعاطي زكي قال ان سيادتك بتاخد 20,000 يتخصم 2 يبقى 18. واحد الاستاذ حازم الغريب بياخد 17 برضه مش دي قصتنا. حد ياخد 20 ياخد 30. انتوا حضرتك تحاسبوه. انا مش بحاسبه، ده الجورنال قايل كده. هو عمرو مغلوب انا فاهم. الجورنال اسمه نجم الجماهير الاستاذ ابو المعاطي زكي. اتفضل يا كابتن عزمي. اتفضل يا كابتن خالد. اتفضل يا كابتن. يا كابتن خالد اتفضل يا كابتن. لما بنيجي نتناقش اخد بالك يقول 20 و30 و40. انا لا يلزمني 20 ولا 30 و40 والارقام اللي بتتقال غلط، وانا ما بتكلمش في فلوس. وخالد الغندور عارف انا شكلي ايه، واخد بالك؟ ما بتكلمش في الحاجات دي يا دكتور، عيب نتكلم فيها. لا مش عيب، ده حقي يا كابتن عزمي. يا سيدي انا حقي كعضو جمعيه عموميه اعرف ان حضرتك جاي من قطاع الطايره، بتشتغل في العلاقات العامه او بتشتغل في الاعلام، بتاخد 20,000 جنيه. ده حقي. ده حقي. اشتغلت في الاداره في الانديه في نادي الزمالك. اسال خالد الغندور اهو، قعدت سكرتير عام 8 سنين. لا هي بس ربع انا عملت. شكرا يا كابتن عزمي، شكرا يا كابتن عزمي، شكرا يا كابتن، بشكرك جدا على مداخلتك. بس عايز اقول لك حاجه، لو انت بتتكلم بقى على طايره، ما ممكن واحد بيشتغل يعني كان منتخب مصر في الطايره، ولكن رجل على المستوى الاعلامي كويس، لكن في ناس عندك في عضو مجلس اداره زوروا ان هم لعيبه كوره. ايوه عشان يخشوا. دي الكارثه الاكبر بقى. يعني ده ممكن انا قصدي لما يطلع الكابتن عزمي مجاهد ويتكلم في عقد قدامنا بالانجلش، حتى انا مش بالعربي، قدامنا، ويقول للراي العام كلام خاطئ، انا من حقي كعضو جمعيه عموميه وكحقي انا مش بعمل بلاغ للنائب العام، ما بروحش النائب العام، استاذ حسن بيروح نائب العام، انا بعمل بلاغ للراي العام. وهو بقى بيقول لي انت ما قدمش استقالتك ليه؟ انا لو اعضاء النادي بيهاجموني وانا كنت فسدان في الثلاث 4 سنين او مش فسدان، انا لا اتهم احد بالفساد، انا بقول مش شايف شغله الفني والاداري. لو انا مش شايف شغلي الفني والاداري يا كابتن خالد في ناديه، انا اول واحد اقدم استقالتي. وانا اوريدي انتخاباتي شهر 7، ولو الاعضاء عايزين انا ما عنديش مشكله، ده عمل تطوعي زي ما اتفقنا، ولكن مش هينفع يقول تشبه عقد لعيب
بمزايده. هو بيقول لك انا عقد اللعيب قبل ما عقده يخلص بتفاوض معاه. العقد اللعيب ده قانون. الكابتن خالد قال له هل ده تم في ضوء القانون ولا مش في ضوء القانون؟ بس كده. لا. وبعدين ده ايه؟ بس عايز اقول له حاجه، هو والله العظيم انا مقتنع بحاجه هو بيقولها، بس للاسف يعني عايز اقول حاجه، هو قال لك لازم طالما ودينا الحاجات دي لنا بالعام المفروض ما نتكلمش فيها. الراي العام مهم جدا. عايز اقول لك حاجه بقى، عايز اقول لك حاجه، من اول الرئيس دلوقتي الرئيس واولاده في النائب العام والوزراء في النائب العام، كل اعلام مصر بيتكلم. يعني قصدي ايه؟ يعني الرياضيين مش فوق اذا كان هي في حته لو السيد النائب العام اصدر قرار بعدم التحدث في قضيه، هو ده اللي يلزم انك ما تتكلمش. كابتن خالد، هل انا او استاذ حسن اتهم حد بفلوس بشخصه بخدمته او بشخصه؟ انا امبارح مكلم بكابتن سمير زاهر قانون. انا علاقتي طيبه جدا بكل انا لحد ما كابتن عزمي مجاهد طب خد بالك ان علاقتي طيبه بيه. خد بالك ان دلوقتي حضرتك متقدم ببلاغ